بسم الله الرحمن الرحيم. لايف جديد واخر المستجدات على الساحه الرياضيه 24 ساعه على مباراه مصريه، مباراه مهمه جدا للمنتخب الوطني قدام جنوب افريقيا بكره الجمعه باذن الله. الجوله الثانيه دور المجموعات لبطوله افريقيا، ماتش الساعه 5 باذن الله بتوقيت القاهره. كل التوفيق للمنتخب الوطني باذن الله، كل التوفيق لرجالتنا، ونحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله ان شاء الله، ونقدر نهزم منتخب جنوب افريقيا اللي بالنسبه لي زي ما قلت لك بدايه حقيقيه للمنتخب المصري في بطوله افريقيا. دي اللي تقدر تحكم عليها بشكل كبير جدا على المنتخب الوطني، تقدر تحكم بشكل كبير على مستوى منتخب مصر. لكن في النهايه منتخب زيمبابوي كان ضعيف، الماتش ما كانش يعني فرق مستوى كبير جدا ما بين مصر وزيمبابوي. لكن جنوب افريقيا اختبار حقيقي تحكم على لعيبه المنتخب. ان شاء الله ان شاء الله نقدر نحقق نتيجه ايجابيه قدام جنوب افريقيا ونكسب بكره. كل التقارير اللي جايه من جنوب افريقيا بتاكد ان محمد حمدي ومصطفى محمد موقفهم ايجابي جدا جدا في المشاركه في ماتش بكره. وجودهم الاثنين مهم جدا. مصطفى محمد لو جاهز في توقعاتي هيقود خط الهجوم، مش هيقعد على الدكه زي ماتش زيمبابوي، يعني هيبتدي اساسي. ماتش زيمبابوي كان نزل بديل الشوط الاولاني. محمد حمدي عمل ماتش رائع. اهميه الباك اليمين والباك الشمال، محمد حمدي ادى كام اوفر دواء زي ما بيقولوا دواء، يعني عايز حد بس يخلصها في الجون. فكان احد نجوم الماتش من وجهه نظري محمد حمدي، وما يقلش قوه هجوميه عن احمد فتوح. في ناس كتير كانت بتقول محمد حمدي واحمد فتوح الاثنين، احمد فتوح هجوميا احسن من محمد حمدي. لكن الحقيقه محمد حمدي الماتش اللي فات عامل ماتش 10 على 10 هجوميا. صنع لك اكتر من فرصه، انتاجه الهجومي كان اكتر من رائع، وانت محتاجه في الماتشات دي. خلي بالك الاوفرات دي مصطفى محمد 10 على 10 فيها، 10 على 10. الكرات العرضيه احد الحلول اللي ممكن تحل لك اي مشكله هجوميه. اللي قدامك مقفل وكده وبيلعب باسلوب دفاعي رخم، اي كره عرضيه تخلص فيها. ما بالك ان اللي عندك لعيب زي محمد حمدي بيجيد الكرات العرضيه كمان. فانا شايف ان هو وجوده مهم جدا ومكسب كبير للمنتخب الوطني. وان شاء الله ان شاء الله نقدر نحقق المكسب بكره ونفوز. هتقول لي طب التشكيل المتوقع؟ يعني مش انا رايي محمد الشناوي، رامي ربيعه وياسر ابراهيم، محمد هاني، محمد حمدي، عندك مروان عادية، يعني ممكن يبقى حمدي فتحي وإمام عاشور، مروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور، ثلاثة في وسط الملعب. ثلاثة في وسط الملعب. طيب ناحية اليمين، ناحية اليمين محمد صلاح. ناحية الشمال أنا شايف إن مرموش يبتدي ناحية شمال. بالنسبة لي مرموش يبتدي ناحية الشمال، أسامة محمد مهاجم، تريزيجيه يبقى موجود على دكة البدلاء. أنا بالنسبة لي ده الأفضل. يبقى عندك تريزيجيه وعندك زيزو كمان الاثنين على دكه البدلاء. عايز تبتدي بزيزو خلاص يبقى تسحب واحد من الاثنين، حمدي فتحي ومروان، تلعب واحد بس حمدي فتحي مثلا، يبقى حمدي فتحي وامام عاشور قدامهم زيزو. انا شايف ان امام عاشور ناحيه الشمال هيبقى مفيد اكتر للمنتخب الوطني، وده التشكيل في رايي الافضل. خلي بالك انت عايز برضك تامن وسط الملعب، يعني حمدي فتحي ومروان عطيه الاثنين في وسط الملعب مهم جدا. جنوب افريقيا منتخب قوي، سرعته قويه، مرتداته قويه. فعايز تامن وسط الملعب يبقى حمدي فتحي ومروان عطيه وامام عاشور، تمام، او زيزو، واحد من امام عاشور او زيزو يبقى موجود، وحمدي فتحي ومروان عطيه الاثنين ارتكاز. صلاح مرموش مصطفى محمد. عايز تبتدي بامام وزيزو مع بعض، يبقى في الحاله دي زي ما بقول لك حمدي فتحي ومروان عطيه واحد من الاثنين، جنبيه امام عاشور، جنبيه زيزو. عندك اكتر من حل، يعني عايز تبتدي بامام عشان الناس ما تتلخبطش، بس امام وزيزو الاثنين مع بعض، يبقى حمدي فتحي او مروان عطيه، جنبيه امام، قدامه زيزو، قدامه زيزو. عايز تبتدي بقى حمدي فتحي ومروان عطيه الاثنين، انا بالنسبه لي ده الافضل تامن بيهم. يبقى قدامهم بقى يا امام يا زيزو، واحد من الاثنين. يعني لو جيت تقول لي انا رايي، امام وزيزو مش مع بعض. الماتش ده عايز اثنين يقفلوا تقفيل جامد، حمدي فتحي ومروان عطيه، ويبقى موجود قدامهم احمد سيد زيزو او امام عاشور، محمد صلاح يمين، عمر مرموش شمال، ومصطفى محمد خط الهجوم. الساعات اللي فاتت كان في تفاصيل واخبار مهمه جدا جدا في ميركاتو الاهلي والزمالك. ما وصلني النادي الاهلي عامل ميزانيه قويه لانهاء ملف المهاجم، عامل ميزانيه قويه لانهاء ملف المهاجم. الاهلي داخل بتقله، لا لا، عايز يجيب مهاجم قوي. يعني الاهلي ممكن يدفع في مهاجم مرتبه
بالمبلغ اللي هيدفعه. يعني الاهلي كمان مش مشترط لعيب فري، لا طبعا الاهلي هيشتريه من ناديه، فالاهلي هيدفع في النادي بتاعه مرتب اللعيب نفسه. انت ممكن بتتكلم مثلا يوصل ل 5 6 مليون دولار. 5 6 مليون دولار رقم كويس ورقم كبير، ويجيب لك مهاجم حلو كمان. يعني الاهلي ممكن يدفع مثلا 2.5 3 مليون دولار يشتري مهاجم. انا بالنسبه لي مبلغ كويس جدا ومبلغ كبير ومبلغ حلو، بخلاف عقد اللاعب نفسه. فالاهلي حاطط ميزانيه وبادجت كبيره يخلص بيها المهاجم الجديد، يخلص بيها المهاجم الجديد. الاهلي عايز يجيب مهاجم، مش اي لعيب وخلاص، لا، عايز يجيب مهاجم كويس، اسم كبير، اضافه، يدعم الهجوم بشكل كبير. حاجه زي اسامه ابو علي، مش جايب لعيب ان انا جايب لعيب وخلاص، لا، عايز اجيب لعيب فعلا يمثل اضافه لخط هجوم النادي الاهلي. فالاهلي حاطط بادجت كبيره للمهاجم زي ما بقول لك كده، وفاتح خطوط مع اكتر من لعيب. بيراميدز بيبذل محاولات قويه لاقناع فيستون مايلي بالتجديد. مايلي عقده يخلص مع بيراميدز نهايه الموسم. مايلي في يناير يمضي لاي نادي بدون العوده لنادي بيراميدز. مايلي عنده اكتر من عروض في الخليج، عنده اكتر من عرض خليجي، والحقيقه ان هو بيفاضل ما بين العروض دي، يعني بيشوف العرض ده والعرض ده. وراجل طلب من مسؤول بيراميدز تاجيل موقفه، مش عايز ياخد قراره دلوقتي. لكن بيراميدز بطبيعه الحال مستعجل، عايز يخلص ملف التجديد مع مايلي دلوقتي. رحيل مايلي عن بيراميدز انا في رايي بقى خساره فنيه كبيره. مايلي احد العناصر المهمه جدا 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 في بيراميدز، احد اللعيبه المهمه جدا بالنسبه للقوام الاساسي بتاع نادي بيراميدز. وجوده مهم جدا من الناحيه الفنيه، هيضيف بشكل كبير جدا للفريق. فلذلك التجديد لمايلي بالنسبه لي اهم خطوه، ان بيراميدز يحافظ على البطولات ويحافظ على سياسته ان هو يكمل منافسه على الالقاب المحليه والقاريه. فبيراميدز بيضغط بقوه، عايز يجدد عقد فيستون مايلي دلوقتي، عايز يحسم ملف التجديد. عنده اكتر من عقد خليجي وبارقام كبيره جدا، ربما اكتر من اللي هياخده من بيراميدز كمان. لكن اللعيب لحد هذه اللحظه لم يوقع لاي نادي، يعني مايلي لم يوقع لاي نادي فيما يتعلق بمستقبله. لسه اللاعب منتظر حسم الموضوع بشكل نهائي. جون ادوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك بحسب تاكيدات الكابتن خالد الغندور اتكلم مع اداره نادي الزمالك وسالهم: هل يا جماعه القيد هيتفك ولا القيد مش هيتفك؟ لحد دلوقتي القيد بتاع نادي الزمالك ما اتفكش، الزمالك ما حلش مشكله القيد. تواصل مع مسؤولين نادي الزمالك واستفسر منهم هل القيد هيتفك ولا مش هيتفك. كانت التاكيدات والاجابه من اداره نادي الزمالك ان القيد هيتفك. القيد هيتفك معنى كده ان انت من حقك تجيب صفقات. الزمالك عايز كام؟ بتتكلم في حوالي مليون دولار. يعني الزمالك بيلعب في الرينج ده في حوالي مليون دولار يحل مشكله القيد. عندك طبعا لما سالت قالوا لي ان مش بس مشكله قيد، يعني الزمالك متارجت عايز يحل مشكله القيد، عايز تسدد مستحقات اللعيبه المتاخره، بعد كده تبتدي تفكر في لعيبه جديده. مستحيل تجيب لعيب جديد بدون ما تدفع مستحقات اللعيبه اللي عندك، فتفك القيد تدفع مستحقات لعيبه بعد كده تجيب صفقات. لكن التاكيدات من اداره نادي الزمالك لجون ادوارد بحسب تاكيدات الكابتن خالد الغندور ان هيتم حل مشكله القيد، ونادي الزمالك هيدفع المبلغ اللي يقترب من مليون دولار، اللي يا رب ما تزيدش القضايا تاني. يعني الزمالك يلحق يدفع المليون دولار قبل ما تيجي حاجه تاني. ما وصلني واكده كمان الاستاذ محمد الجبالي، مشكله او ملف شركه الكوره سينتهي رسميا خلال ايام. الزمالك سيعلن بشكل رسمي خلال ايام عن شركه الكوره. فاكر لما قلت لك من فتره طويله بديل ارض 6 اكتوبر شركه الكوره، وشركه الكوره هو الحل الاخير جوه نادي الزمالك لانقاذ النادي ماليا. فالزمالك خلاص بصدد حسم ملف شركه الكوره وينهي ملف شركه الكوره والاعلان عنه. واحد اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك قال لي ميزانيه شركه الكوره ممكن توصل مليار جنيه. خلي بالك ما تستهونش، ممكن الناس تستهون تقول ايه شركه الكوره بص هتنقل النادي في حته تاني خالص. ماليا هتحط النادي في حته تاني خالص. ماليا هتحل مشاكل فريق الكوره في نادي الزمالك لسنين، مش يناير، لسنين جايه. لو الموضوع تم ادارته بشكل صحيح هيحط نادي الزمالك ماليا في حته تاني خالص، هيحط فريق الكوره في نادي الزمالك ماليا في حته تاني خالص، هيحل كافه المشاكل الماليه لفريق الكوره. مش هتسمع بقى عن ايه مستحقات لعيبه ولا مشكله ايقاف قيد ولا مش عارف اجيب لعيب ولا مش عارف اجيب مدرب ولا الكلام ده كله. شركه الكوره هيتم انشائها، هيبقى متعاقده مع حملات اعلانيه. اللعيب اللي هيجي ملوش علاقه بقى خلي بالك بميزانيه نادي الزمالك.
يعني فريق الكوره هيبقى من شركه الكوره، المرتبات والعقود والكلام ده كله في شركه الكوره. هجيب اي لعيب، يعني زي بالظبط صفقه زيزو. زيزو شركه الكوره في النادي الاهلي هي المتوليه الملف بالاعلانات بالحمله بتاعته بكل حاجه. يعني زيزو جه في عقود اعلانيه اتمضت، اتحملت تقريبا جزء كبير جدا 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 من عقد زيزو. ده اللي هيحصل في نادي الزمالك. هتجيب لعيبه بالبادجت اللي انت محددها، بعقود اعلانيه، بحملات اعلانيه منفصله تماما عن ميزانيه نادي الزمالك، والزمالك محتاج ده جدا جدا. زي ما عملت اداره كوره وجون ادوارد مدير رياضي محتاج ماليا انك تفصل فريق الكوره في نادي الزمالك عن نادي الزمالك، ملوش علاقه بقى بالازمه الماليه بتاعت نادي الزمالك والكلام ده كله والمشكله المستمره، لا، يبقى موجود فريق الكوره، شركه الكوره تصرف على نادي الزمالك. والحقيقه لو ده تم قبل يناير هيكون في صالح نادي الزمالك بشكل كبير جدا. هتتمكن ان انت تحل مشكله القيد، تدفع مستحقات اللعيبه، ترجع اللعيبه اللي فسخت عقودها حتى لو انت مش عايزها، تحل معاها بشكل ودي. رقم 2، رقم 3 وده الاهم، ان انت تجيب صفقات في يناير. تجيب صفقات في يناير، تدفع فلوس وتضم لعيبه جديده وصفقات جديده في فتره الانتقالات الشتويه. لا لا، يعني الناس كلها شايفه واي زملكاوي شايف ان الزمالك محتاج تدعيم في بعض المراكز، محتاج لعيب في خط النص، محتاج جناح شمال مع شيكو بنزا. لو حسام عبد المجيد مشي محتاج مدافع جنب حسام عبد المجيد، وده طبعا محتاج بادجت. ومش ما بقاش مضطر ان انا ابيع اللعيبه اللي موجوده عندي عشان اجيب لعيب جديد، لا، يبقى الفلوس اللي معايا مغطيه النفقات بتاعتي، واقدر ان انا اجيب لعيبه، واقدر ان انا اصرف واجيب لعيبه اجنبيه قويه، لعيبه سوبر، لعيبه اضافه. مش مجرد ان انا اجيب لعيب يقعد معايا 6 شهور سنه وبعد كده امشيه، او اجيب اسماء مش معروفه ولسه هحكم عليها واختبرها. فالزمالك بصدد الاعلان بشكل نهائي عن شركه الكوره، وده هيحل زي ما بقول لك جزء كبير جدا من المشاكل الماليه لنادي الزمالك باذن الله. معاكم الساعات اللي جايه في لايفات كتيره وجديده، وهنتابع معاكم كل الجديد اول باول. السلام عليكم.